السلام عليكم اخوان، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. واش كتعرف بلي الفلاحه تقدر تكون اسرع طريق للربح الا عرفتي كيفاش تختار المحصول وتسير الارض؟ اليوم غادي نهضروا على الذهب الاحمر او البصل. غنوريك كيفاش تكري ارض فلاحيه وتزرعها وتخرج منها ارباح محترمه حتى ولا ما عندكش الارض في الملكيه ديالك. اليوم غادي نعطيك العصاره ديال التجربه من الوثائق القانونيه حتى اليوم الجني. ركز معايا، هذا المشروع فيه الهمزه ولكن كيبغي العقل والخدمه. علاش البصله بالضبط؟ البصله ما كتخطى حتى دار والطلب عليها كاين طول العام. المميزات ديالها اولا تقدر تخزنها لمده طويله اللي كتسمى التحضير حتى تغلى في الثمن وتبيعها. ثانيا الانتاجيه ديالو عاليه، يعني الهكتار الواحد يقدر يعطيك كميه كبيره الا تهليتي فيه. ثالثا السوق ديالو ديما سخون وموجودين الشرايه والجماله اللي كيجيو حتى الارض. دابا غادي نهضروا على الاجراءات القانونيه والوثائق باش تضمن حقك. قبل ما تحط فلوسك في الارض خاصك تضمن حقك قانونيا. هادو الوثائق اللي غتحتاج: عقد ديال الكراء كيتسمى عقد كراء ارض فلاحيه، خاصو يكون مكتوب ومصحح الامضاء في المقاطعه. مده الكراء غالبا كتكون عام فلاحي من شهر 9 حتى شهر 8، وخاصك تذكر فيه واش الثمن داخل فيه الماء ولا لا. شهاده الملكيه او الاستغلال، تاكد باللي هذاك اللي كرا لك الارض واش هو مولاها الحقيقي او عنده الحق يكريها ليك. تحديد ديال طريقه السقي، ضروري تذكر في العقد واش غتستعمل البير ديال الارض او الماء ديال السد. الخطوات التقنيه من الزريعه للجني. باش تنجح لك البصله تبع هذه المراحل: اختيار ديال الارض، خاص تكون الارض حمري او تيرس، يعني ما كيتجمعش فيها الماء باش ما يكونش فيها الغيس. الزريعه كاين نوع ديال الكروي وكاين المكناسي وكاين الدكالي، اختار النوع اللي كيصبر للتخزين. السقي، احسن طريقه دابا هي القطره قطره باش توفر الماء وتضمن نمو متوازن، يعني الكوتا كوت. الدواء والتسميد، البصل كيبغي المراقبه من الامراض وخاصك تعطيه الماكله يعني السماد في الوقت المناسب. دابا غادي نشوفوا الحسابات والارباح. باش نكونوا واقعيين، المصاريف كتنقسم على حساب الكراء ديال الهكتار، الثمن ديالو، التكلفه ديال الحرث والزريعه واليد العامله والاسمده. في المقابل هكتار واحد يقدر يعطيك من 30 حتى 60 طن حسب الجوده والخدمه. الا بعتي بثمن متوسط الربح الصافي يقدر يوصل لمبالغ مهمه جدا مقارنه بمشاريع اخرى. في الختام غنقول لك الفلاحه صبر ورزق من عند الله، ولكن السبب خاصو يكون مدروس. الا بغيتي جدول مفصل على انواع ديال الاسمده اللي كتحتاج البصله، كتبها لي في التعاليق. وما تنساوش قناه بيزورة ديما معكم باش تنوركم في المشاريع اللي على ارض الواقع. ديروا اعجاب وبارطاجوا الفيديو مع الفلاحه اللي باغيين يبداو. تهلاو في راسكم، نشوفكم في فيديو جاي. تهلاو.